للحياة معان كثيرة، ولكن ليس لكل مرء أن يدركها. فيلم ألف مبروك من أكتر الأفلام اللي بحبها لأحمد حلمي، وده لأنها فيها أكتر من فكرة عميقة تستدعي الانتباه، وده عشان بتنور عند كل واحد فينا جزء جواه، سواء في شخصيته أو في عقله. خليني ما اطولش عليك ونبدأ الكلام عن الفيلم من قبل أول فريم في الفيلم، وهو بيوضح لك الفكرة وبيقول لك إنه مستوحى من أسطورة سيزيفيوس. وخلينا أحكي لك بشكل مقتضب مين هو سيزيفيوس. سيزيف في الأسطورة الإغريقية كان ملك مخادع وجشع، وكان بيكسر كل قوانين الضيافة، وكان بمعنى أصح بيحب يشوف نفسه على الضيوف ويثبت قوته لدرجة إن هو كان بيخلص عليهم. ده غير إنه أفشى أسرار زيوس، والمفروض إن هو كبير الآلهة. فزيوس أمر إله العالم السفلي إنه يسلسله في الجحيم، فراح ثاناتوس واللي هو المفروض إله الموت والمكلف بقبض الأرواح انه يقبض روحه. بس زي ما قلت لك ان سيزيف مخادع، فخدعه وسلسله، فاصبح ان مفيش حد بيموت. مين بقى اللي ما عجبوش الكلام ده؟ اريس، واللي هو اله الحرب، لانه بيحارب ومحدش بيموت. فراح وحرر ثاناتوس وتم ارسال سيزيف للعالم السفلي. بس ولانه مخادع قدر ان هو يقنع ملكه العالم السفلي ان هي تخرجه لمده ومهمه محدده. بس جه وقت الرجوع وما رضيش يرجع، فالالهه قررت ان هي تعاقبه، والعقاب كان انه يشيل صخره ويفضل يطلع على منحدر، واول ما يبقى هيوصل للقمه والمهمه هتخلص تروح الصخره واقعه ومتدحرجه لتحت تاني. وهلم جرب بقى الموضوع بيفضل يتكرر. فانت دلوقتي فهمت بنسبه كبيره فكره الفيلم، فخلينا نخش نفصصه ونشوف ايه المعنى والهدف من وراه. بيبتدي الفيلم بجراوند ليفل شوت او لقطه ارضيه، واستخدامها بيكون لتتبع حركه الشخصيه وكمان عشان يديك تفاصيل عنها. يعني من اول فريم انت فهمت ان الراجل ده عنده عربيه ولابس بدله ومهتم بنفسه ومنمق، وده ادالك انطباع ان هو من فئه معينه في المجتمع. كل ده من غير ولا كلمه. والفيلم بيقرر يعمل حاجه ذكيه جدا، وهي انه يدمج قصه سيزيفيوس ببعض من الخطايا السبعه. يعني اول حوار بين احمد والشحات عرفك ان هو شخص مغرور وما عندوش مشاعر. ده غير كمان ان المخرج احمد جلال عمل بالجراوند ليفل حاجه كرييتيف جدا، وهو انه عمل ان كأن في ديالوجز بين الاحذيه، وكل ديالوج بيوضح لك شخصيه اللي بتتكلم ايه. المهم بنعرف كمان من اول مشهد ان احمد فرحه النهارده، وبيظهر وش احمد لاول مره بصياعه لما الكاميرا عملت بان من حذائه لوشه. وشخصيه احمد بتظهر اكتر مع اول حوار حقيقي بينه وبين زميله في الشغل، وهو بيقول له انه هيمشي 5 من اللي شغالين بعقود وهيحمل شغلهم على الجداد. ودي تاني وتالت خطيئه، واللي هي الكبرياء او التجبر والجشع او الطمع. كل ده عشان ما يتخصمش 5% من مرتبهم. فده بيوضح قد ايه احمد اناني وما بيفكرش غير في نفسه، وبياكد على ده انه مش شغله حتى ابوه وامه هم رايحين للدكتور يركبوا ايه، وده بعد ما خد عربيه ابوه، وكمان ما بيرضاش ان هم يركبوا عربيته. المهم يتمنى احمد امنيه وهي انه يعيش لحد ما يبقى عنده 100 سنه، واول ما الساعه بتيجي 12 بينام عشان يصحى على يوم فرحه. لحد هنا الفيلم وضح لك شويه تفاصيل في الشخصيه، ويبتدي يشرح لك ابعادها اكتر من خلال تعاملاتها وعلاقاتها مع بقيه الاشخاص. ومع بدايه اليوم بتشوف احمد وهو ناقم وساخر من الاسره كلها، رغم ان ابوه مجمع له فلوس قسط الشقه وهو اللي جايب له العربيه ودافع له فلوس الفرح، رغم ان احمد شغال يعني. بعدها بنعرف ان صاحبه اللي في الشغل بينافقه، ورغم كده هو الوحيد اللي احمد بيعامله كويس. فبيديك انطباع ان هو مش بس اناني وجاحد، لا هو ساذج كمان. المهم وهو مروح بيحصل حادثه قدامه وبيبقى عايز يهرب، بس الناس بتقفشه وبتخليه ياخد الراجل ويروح المستشفى. بس الراجل للاسف بيموت في الاخر. وهو مروح بعد ما عربيته بتتكلبش بيركب مع سواق، وبيبان اكتر هو بيصدر احكام اوليه على السواق انه ما عندوش رحمه. ومش بس كده، يعني انانيته خليته ما يسالش في ابوه وهو تعبان، وكل قلقه عشان هيتاخروا على الفرح. بس المهم بعد ما بيوصل الفرح اخيرا عربيه بتدوسه، وتبقى اول موته او اول حلم. تاني يوم كل حاجه بتبتدي تتكرر تاني، بس المره دي بيلاحظ امه وهي تعبانه اكتر من الاول في المطبخ، وبرضه ما بيبديش اي تصرف. المهم بيحاول يتدارك ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتغير، وبيحاول يغير الواقع باي شكل. يعني بيختار لبس مختلف، وبيلحق الركنه، وبياخد باله عشان ما يتعورش، وبيوصل بدري، وبيشوف صاحبه وهو بيتكلم عليه وبعدها بينافقه، وبيحاول يصلح صورته قدام الموظفين بس ما بيعرفش، وبيعوز ياخد رقم العربيه اللي خبطت الراجل بس بيخاف. بتتكرر كل حاجه تاني، فبيحاول يحكي لصاحبه بس ما بيصدقهوش. وبالرغم ان احمد خد باله ان هو ما يتعورش في اول مره، بس اتعور في موقف مختلف. وبيكتشف اول حاجه مختلفه عن اول يوم، وهي ان امه بتاخد ترامادول. وفي اخر اليوم وبعد ما بيوصل للفرح، بالرغم ان العربيه ما بتدسهوش، بس برضه بيموت لما اللوحه الاعلانيه بتقع عليه. في اليوم الثالث بعد لما بيرفض ان هو يروح الفرح، ابو العروسه بيسيب سعيد معاه، وبيحاول ان هو يكتب كل حاجه بتحصل له. واثناء كتابته المخرج بيقرر يستخدم الداتش انجل. والداتش انجل بتكون زاويه الكاميرا فيها مايله عن المحور الافقي، وده عشان يعزز احساس الحيره وعدم الاتزان والخوف. المهم هو بيحاول يغير كل حاجه، برضه بيتعور بس بشكل مختلف. وبعدها بيعرف ان ابوه حرامي وسرق فلوس من الشغل، ودي تاني حاجه يكتشفها عن اول مره. وبالرغم من ان هو هرب من الفرح، بس برضه العربيه بتنفجر وبيموت. وبيصحى رابع يوم وبرضه بيتكرر، بس المره دي بيمشي ورا امه عشان يشوفها وهي رايحه تجيب ترامادول، عشان تتعزز في دماغه فكره ان هي مدمنه. فبيبتدي يبقى جاحد اكتر معاها ومع اهله كلهم. المهم بيروح يقعد مع صاحبه وبينور له حاجه، وهي انه يقدر يغير الواقع بس ما يقدرش يغير القدر. وفي نهايه اليوم كالعاده بيموت. وبيصحى لليوم الخامس وبيقرر يقضي يومه كله مع صاحبه، ويمكن حاجه تتغير بس برضه بيموت. وفي اليوم السادس وبعد ما زهق بيقرر ان هو يغير طريقه تصرفه تماما، وهو بدل ما يحاول يغير الحاجات البسيطه اللي حواليه بيغير شخصيته هو نفسها. فبيبقى اجريسيف جدا، ومع ده بتيجي الخطيه الرابعه وهي خطيه الغضب. المهم مع اول اليوم بيكتشف ثالث حاجه جديده ما كانش يعرف عنها حاجه قبل كده، وهي ان اخته بتكلم صاحبه عشان يبقى مثلث الاسره بالنسبه له اتهد. فبينفجر فيهم كلهم من غير ما يحاول يفهم اي حاجه. بيقرر ان هو ينزل الشارع ويتعامل بنفس الاسلوب، لدرجه ان هو بيروح وبيضرب صاحبه المنافق ده، وده لانه عارف ان تاني يوم الدنيا هترجع زي الاول ومفيش حاجه
حاجه هتتغير، وفي اخر اليوم بيموت بس المره دي على ايد صاحبه. فتاني يوم بيحاول ينتقم منه وبرضه هو اللي بيموت. وفي اليوم اللي بعده بيفقد صوابه من كتر ما هو مش فاهم اي حاجه وتايه، والمشكله ان هو ما بيحاولش يفهم، هو بيشوف الحاجه وبيبدي رد فعله على طول، ومن كتر ما هو ما بقاش قادر يستوعب اي حاجه بيقرر ان هو ينهي اليوم ده بنفسه. بس برضه بيصحى في المستشفى وبيموت على الساعه 12، وده لانه في لعنه الملل ولعنه التكرار، وسيزيف ما قداموش حل تاني غير انه يفضل يحاول، والا هيفضل محبوس في العالم السفلي واللي هو بالنسبه لاحمد افقه وعدم ادراكه، لدرجه ان سازاكتو صورت له انه لما يهرب من البلد مش هيموت، ولكن الطياره بتنفجر بيه برضه في نفس الميعاد، فبيحاول يروح الصحراء وهناك بيموت من العطش، لغايه ما بيجي الماستر سين في الفيلم ولحظه الادراك وانه بيبتدي يحلل ويفهم ايه اللي بيحصل، وبيقول لك ان الدوائر الصغيره واللي هي الاحداث اللي في وسط اليوم او بمعنى اصح الواقع، لكن الدايره الكبيره ما بتتغيرش واللي هو القدر، واللي بالنسبه له في الوقت ده كان الموت. فلما بيبتدي يفتح افقه وبيحاول يراقب علشان يفهم مش يراقب علشان يعمل ردة فعل، بيلاقي ان الراجل اللي كان بيحاول يوقفه كل مره ده مش الحرامي، ده هو اللي جاب الشنطه للست، وبيلاقي ان رمضان السواق فعلا ابنه في الحضانه ومحتاج فلوس، فبيبتدي غروره يتراجع ويفهم انه مش دايما صح، فبيحاول يبص لكل حاجه من زاويه مختلفه، فبدل ما كان بيشوف ابوه كل يوم هو تعبان وبيقع من طوله، قرر يروح الشغل عشان يفهم ايه اللي بيخليه يحصل له كده، فبيعرف ان هو سوا معاشه بدري عشان بس يعرف يسد مصاريفه، بس ما بيفهمش ليه رغم ان هو طلع شريف قابل بوضع امه ده. وفي اليوم اللي بعده بعد ما بيبلغ الفلوس عن التاجر اللي امه بتجيب منه، امه بتتمسك بس بيسيبوها لما بيعرفوا ان هي بتاخد الترامادول ده كمسكن لانها مريضه كانسر، ربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب. وبعدها وهما في المستشفى احمد بيعرف ده وبيتساءل ليه ما حدش قال له، فابوه بيواجهه وبيصارحه بالحقيقه وهي انه اناني وما بيحاولش يعرف اي حاجه غير عن نفسه وبس. بيحصل في المشهد ده حاجه انا ما بفهمهاش بصراحه، وهي ان ابوه بيقول له انه اتهمه ان هو حرامي وهو اليوم ده كان عارف الحقيقه، فما قالوش حاجه، والمفروض ان اليوم ده بيتكرر معاه هو بس. المهم في تاني يوم واللي هو اليوم الاخير بيصحى بدري عن ميعاده من غير ما حد يصحيه المره دي، فبيسمع ابوه وامه هما بيتكلموا وانها بتقول له ياخد فلوس علاجها عشان شقه احمد. وبعد ادراك احمد لكل اللي حواليه وانه فهم كل حاجه واستوعب ان مش دايما الامور بتبقى على ما تبدو عليها، لما بيخش الحمام بيلاحظ اول تغيير يكون بيحصل له مش بيحصل منه، وهي ان المايه بتكون شغاله، فما بيفهمش ايه اللي بيحصل، وبرضه بيرجع اوضته بدري وبيحضر الحوار اللي بين اخته وصاحبه من الاول، وبيفهم برضه انه مش زي ما كان فاهم، والاول مره بيروح يقف على باب المطبخ لامه قبل ما تدوخ وتتعب، وبصراحه انه عارف حقيقه مرضها وانها لازم تتعالج، بس امه بتهرب من الكلام عشان مش عايزه تشيله الهم يوم فرحه. وبعدها بيروح وبيغير تعامله مع اخته تماما، وده بيخليها تصارحه بكل حاجه، بس بعدها والاول مره الواقع بيتبدل وهي اللي بتتعور مش هو. وبعد ما بيروح الشغل وبيلحق صاحبه قبل ما يتكلم عليه بيعترف باكتر من حاجه، اولا ان عمره ما جازف وانه دايما كان في الكومفورت زون، ودي تعتبر من ضمن الخطايا السبع واللي هي الكسل، واعترف انه طول عمره كان بياع، عمره ما اشترى اي حد ولا اي حاجه، بس قرر المره دي انه يشتري ضميره وما يمشيش الناس، وبيصلح موقفه في الحادثه وبيلحق الراجل اللي داسه وبيضربه عشان يسلمه وبيوصل الراجل الكبير للمستشفى، بس بيحصل حاجه وهي انه برضه بيموت، وده بياكد على فكره ان القدر مكتوب وما بيتغيرش، هو عمره كان هينتهي النهارده، فبكل الاحوال هينتهي زيه زي احمد بالظبط. المهم بعدها بيروح وبيرجع فلوس معاش ابوه عشان ما يتفضحش. هتقولي طيب مش ده قدر؟ اقول لك لا، ده مش قدر، ده واقع، لانه ليه اسباب، فلو الاسباب دي اتغيرت الموقف ده هيتغير، وده من وجهه نظر الفيلم، وجهه نظر انا هقولها لك في الاخر. المهم احمد بيروح لصاحبه بيتكلموا على اخته، واحمد بيقبل ان هما يكونوا سوا، بعدها بيقرر ان هو يكون مؤثر في حياه امه عن طريق ان هو يحلق شعره، والمخرج بيشرح لك ده اكتر بصريا، وده عن طريق الاكستريم كلوز اب شوتس، مره على عينيه عشان يوريك مشاعره وصدقها، ومره على المكنه وشعره وهو على الارض، وده عشان يعيشك في الحاله بشكل كامل، وطبعا ده كله مصاحب للموسيقى الحزينه المصدومه عشان يكتمل المشهد. بعدين بيروح لامه عشان يوريها ان عادي لو الكيماوي خلى شعرها يروح، هي برضه هتفضل جميله. وفي الفينال بيظهر لك دلوقتي ان الايه معكوسه، هو اللي وصل بدري وهم اللي وصلوا متاخر، بالاضافه انه خد باله ان اخته صباعها متعور، وكمان العربيه جايه عليهم هم، فبيقرر ان هو يتصرف بسرعه ويفاديهم. هتسالني سؤال اكيد راودك دلوقتي، هو ليه ما قالهمش ياخدوا بالهم؟ بكل بساطه لانه ادرك انه ده قدره، بس هو مش متاكد ان هل ده هيكون قدرهم ولا لا، وده لانه ما بيحضرش حاجه بعد الساعه 12 فما بيعرفش حاجه، والفيلم بيشرح لك الهدف منه باخر كوت وجمله فيه، وهي ما اعظم ان تكون غائبا حاضر على ان تكون حاضرا غائب. اما عن هدف وشرح الفيلم فانا بشوف ان الفيلم بيستهدف نقطتين، اولا وهي البحث عن المعنى في الحياه وانك تدرك ايه هي مهمتك، وان قدر الامكان يكون تاثيرك مش سلبي او ما تكونش عايش لنفسك وبس، العالم والحياه اكبر منك بكتير. وثانيا هي فكره هل الانسان مسير ام مخير، وبشوف بصراحه ان الفيلم جاوب على ده بشكل كويس، وهي انه قال لك ان الانسان مسير بان كل حاجه حواليه بتتكرر وبتوديه لنفس النقطه وهي موته، بس برضه مخير لان ربنا مديلنا كبني ادمين العقل والادراك، وده عشان نعرف ايه هو الصح ونعمله وايه الغلط وما نعملوش. وده الفيلم قاله لما احمد قرر ان هو يغير من نفسه، هو كان عنده العقل بس ما اهتمش ان هو يدرك ويعرف حقيقه الاشياء، فبمجرد ما عرفها وعرف رسالته في الحياه لعنه التكرار انتهت. بس السؤال هنا احنا محتاجين كام محاوله عشان نبقى زي احمد وندرك حقيقه الاشياء دي وايه هي مهمتنا في الحياه. وبس كده، لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات وتجاوبني كمان على السؤال. سلام. ما أعظم أن تكون غائبا حاضر عن أن تكون حاضرا غائب.